هذه قرية الكفير، وهي قرية كردية تقع بين جبل الأكراد والجبل الوسطاني في سهل روج، كما تقع جنوب حي معمل السكر في منطقة جسر الشغور محافظة إدلب. يبلغ عدد سكانها حوالي 2000 شخص، كلهم كرد لكنهم لا يتكلمون الكردية للأسف. ومن أشهر عائلات الكفير بيت حسينو، بيت عمروكي، بيت صالحو، بيت عابد، بيت تشبو، وكلهم يرجعون إلى جد واحد اسمه أسعد. جميع سكان القرية يتكلمون العربية ولا يتكلمون الكردية. تشتهر بوقوعها على ضفاف نهر العاصي، ويفصلها عن جبل الأكراد نهر العاصي فقط. تبعد عن جسر الشغور قرابة 5 كيلومتر. يعملون بالزراعة، أيضا زراعة الخضروات وتربية الحيوانات. وحاليا شيخ الكرد من الكفير اسمه الشيخ نصر، ويعينه وجهاء الكرد في سلة الزهور والمشيفرة وبزيت والمعمل وغيرها من القرى الكردية. هذه المعلومات وصلتني من أحد أبناء المنطقة وأنا ألقيها بصوتي. أنا علي عبد الله كولو، منطقة دلباسية في محافظة حسكة. أتمنى كما يتمنى كل الكرد الناطقين بالكردية أن يتكلم أهلنا الكرد في جسر الشغور وجبل الأكراد بلغتهم الكردية، فلغتنا الكردية مثل باقي اللغات هدية من الله، وعلينا أن نتعلمها وأن نعلمها لأولادنا وأن نسمي أولادنا بأسام كردية. دمتم أهلنا في قرية الكفير.